صفقات قوية لبطل تونس. بعد تتويج النادي الإفريقي بلقب البطولة التونسية، دخل فريق باب الجديد الميركاتو الصيفية بهدف تدعيم المجموعة استعدادا للموسم الجديد والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا. والإدارة اختارت في البداية سياسة انتدابات مدروسة، إذ كان نائب رئيس النادي مهدي ميلاد قد تحدث عن برمجة حوالي 4 انتدابات وفق حاجيات الفريق، مع المحافظة على التوازن المالي. لكن مع تقدم الميركاتو، ارتفع عدد الوافدين، وأصبح الإفريقي يملك مجموعة من الأسماء الجديدة التي يمكن أن تغير شكل الفريق. أبرز الانتدابات ياسين مرياح. أبرز صفقات الإفريقي في بداية الميركاتو كان المدافع الدولي التونسي ياسين مرياح، القادم من الترجي في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسمين. الهدف واضح: إعطاء الخبرة والقيادة للخط الخلفي، خصوصا مع المنافسة القارية. معتز الزدام الإفريقي تعاقد كذلك مع متوسط الميدان معتز الزدام بعقد يمتد إلى جوان 2028. الزدام يمثل إضافة مهمة في وسط الميدان بفضل خبرته في البطولة التونسية وتجربته الخارجية. ريان الجبالي. النادي واصل الاستثمار في الشباب من خلال ريان الجبالي، الذي أمضى عقدا يمتد إلى جوان 2031، في خطوة تؤكد رغبة الإفريقي في بناء فريق للمستقبل. هيكل الشيخاوي. صفقة هجومية مهمة أخرى كانت التعاقد مع هيكل الشيخاوي، اللاعب الذي سبق له اللعب مع الملعب التونسي والاتحاد المنستيري وتجارب خارج تونس. وقع عقدا مع الإفريقي يمتد إلى جوان 2029. الشيخاوي يمكن أن يمنح الفريق حلولا إضافية في صناعة اللعب والهجوم. غسان المحرس. الإفريقي عزز الجهة الدفاعية أيضا بالتعاقد مع غسان المحرس، القادم من الترجي الجرجيسي، ضمن مشروع تدعيم الفريق بعناصر قادرة على المنافسة. إسماعيل سمبارا. من الصفقات التي أثارت اهتمام جماهير الإفريقي، التعاقد مع المدافع المالي إسماعيل سمبارا. اللاعب يبلغ 28 سنة ويلعب في محور الدفاع، وسبق له اللعب مع فوت جينيراسيون السنغالي، المغرب التطواني، نواذيب والملعب المالي. ووقع مع الإفريقي حتى جوان 2028. مامادو دياتا. علم السنغال الإفريقي اتجه أيضا إلى السوق الإفريقية وتعاقد مع المدافع السنغالي الشاب مامادو دياتا. اللاعب يبلغ 20 سنة، وسبق له اللعب مع نادي جرف السنغالي، ووقع عقدا يمتد إلى جوان 2029. ديوس نوكينغ. علم الكاميرون. ومن أبرز الأسماء الهجومية المطروحة ضمن قائمة الانتدابات تاديوس نوكينغ، المهاجم الكاميروني القادم من الملعب المالي. نكين لفت الأنظار في دوري أبطال إفريقيا مع الملعب المالي، وسجل أهدافا مهمة في المسابقة، وهو ما يجعله صفقة مثيرة للاهتمام إذا تم اعتمادها رسميا ضمن القائمة النهائية. هذا تغير في تشكيلة الإفريقي. الإفريقي ركز بشكل واضح على الخط الخلفي، خصوصا بعد مغادرة عدد من اللاعبين، فتمت إضافة مرياح وسيمبارا ودياتا، مع تدعيم الوسط بالزدام والجبالي، وإضافة الشيخاوي للمجموعة الهجومية. وهذا يعني أن الفريق أصبح أكثر تنوعا من ناحية الخيارات، لكن السؤال الحقيقي سيكون: هل يستطيع هؤلاء اللاعبون الانسجام بسرعة مع المجموعة وتحقيق الإضافة في دوري أبطال إفريقيا؟ وتشير تقارير حديثة إلى أن الإفريقي دخل الموسم الجديد بمجموعة من الصفقات الجديدة مع المحافظة على عدد من ركائز الفريق، في محاولة للدفاع عن لقب البطولة والذهاب بعيدا إفريقيا. خلاصة ميركاتو الإفريقي في 2026 يبدو مختلفا عن السنوات الماضية. دائرة كبيرة. خبرة: ياسين مرياح ومعتز الزدام. حلول هجومية: هيكل الشيخاوي. استثمار في الشباب: ريان الجبالي ومامادو دياتا. إسماعيل سمبارا وتاديوس نوكينغ. درع تدعيم الدفاع: مرياح، سمبارا ودياتا. والاختبار الحقيقي سيكون فوق الميدان، خاصة مع عودة الإفريقي إلى دوري أبطال إفريقيا وطموحه في الحفاظ على لقب البطولة التونسية. هل نجح الإفريقي في الميركاتو؟ وهل هذه الانتدابات قادرة على قيادة الفريق إلى دور المجموعات في دوري الأبطال؟